لما التقيت بالاعلاميين في توشكا، فبقول لهم سيدنا سليمان حكم لاختين كان عندهم بيتخانقوا، بيتصارعوا على طفل. فقال الاثنين بيحلفوا، طب هعمل ايه؟ هو ما يعرفش يعني، وبيصروا على ان كل واحده بتقول ده ابني. فقال طب اقطعوا اثنين، هاتوا السكينه اقطعوا اثنين. فصاحبه الام قالت ايه؟ خدوه بس ايه؟ يعيش. خدوه ايه؟ بس يعيش. مش مهم يعيش معايا، المهم يعيش. مش مهم مصر تبقى معايا، المهم مصر تعيش. أنا والله صادق معاكم، والكلام ده أنا قلته في أحد جلسات المجلس العسكري أثناء 2011 وقبل الانتخابات ب6 شهور. بيقولوا مين اللي جاي؟ فقلت لهم الإخوان. فحصل نقاش، قلت لهم بلد بالإخوان ولا مفيش بلد؟ اختار. ساعتها زمايلي اللي كانوا موجودين في المجلس ساعتها بصوا لي، قال لك ما هو يعني الراجل ده برضه ممكن يكون يعني. ايوه يا احمد، والله. قال لك معقول بقى، ما هم موجودين في كل حته. لا 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 لا، ربنا يلهمنا الصدق والصواب والقدره على التمييز. ففهمناها سليمان. قلت لهم لا، هو ده رايي.